أسسنا الملعب واحنا نلعب، احنا اللي 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 أسسنا الملعب. النشيد الوطني للعراق. ملعب المدينة التعليمية أحد الشواهد التاريخية أيضا على بطولة كأس العالم 2022، واليوم أيضا للمرة الثانية يستضيف بطولة الكبرى، وليكثر من ذلك بحكم أيضا أن ملعب المدينة التعليمية كان قد استضافت قبل ذلك مباريات في بطولة كأس العالم. ياسر السلطان حكما مساعدا ثانيا في هذه المواجهة وهذا اللقاء على مستوى التحكيم، بينما عراقية ملعوبة داخل منطقة الجزاء رسالة إسراء موريتا وتارو إندو في منتخب اليابان. تشكيلة سبق وأن فاز باللقب كلاعب، كرة وتسديدة قوية، سوزوكي في الجزاء، وصول الرافدين، وصول الرافدين، لا 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 بوطمر جول وفعل، جول وفعل. سأعاقب منتخبات آسيا والعقاب يأتي على الكمبيوتر. الله يا عراقي، الله يا عراقي. تحولت في الجانب المقابل وابعدت في التوقيت المناسب، عادت لمصلحة المنتخب الياباني. صافرة موجود، العديد من الجماهير كرة محاولة ملعوبة، لكن ايضا في كوبو داخل منطقة الجزاء ابعاده. ذلك التاريخ ومنذ ذلك اللقاء في عام 1988 لم يخسر المنتخب الياباني. في الجهة اليمنى عرضية داخل منطقة الجزاء لإحداث هذه المواجهة، وإلى الآن توقيت فازت العراق بهدف مقابل لا شيء في المنطقة. محاولة خطيرة جدا، عرضية إلى خارج أرضية الميدان ومحاولة إلى ركلة مرمى. أتحدث عن ذكريات الفريقين، التقوا مرتين في عام 2000 المنتخب الياباني بالكرة والثلاثة أهداف إلى حد هذه اللحظات، بينما هنالك سبعة لاعبين يسجل من خلال أهداف في هذا اللقاء. كرة بمحاولة ملعوبة له في الدوحة، لا زالت مستمرة وقائمة، لا زالت حاضرة، فرصة لليابان. وبعد ذلك عند حارس المرمى جلال حسن عطى الى ابراهيم بايش، ينطلق ابراهيم في الجهه، لاعب ليفربول يلعب الكره في الجهه على مشارف المنطقه عن طريق اللاعب مينامينو. محاوله مينامينو ملعوبه الى خارج ارضيه الميدان، لا زالت في ارضيه الميدان، ولعبت الكره والمحاوله خطيره جدا، خطيره الى خارج ارضيه الملعب. كره واتارو إندو، هنالك من ينزف، هنالك من فاتت اليابان. اليوم الوضع مختلف. عرض إندو يلعبها في الجهة اليمنى، عرضية ملعوبة. جلال في التوقيت المناسب يتدخل ويبعد منطقة الجزاء. عادت من جديد يابا إلى أيمن حسين، مر بعد ذلك ابراهيم، لا زالت مستمرة وقائمة، راسية وحافظت على نظافة الشباك، ملعوبة من علي جار. كرة بمحاولة تسديد قوية إلى خارج أرضية الملعب، كرة محاولة أمامية، تأخر جلال حسن في الخروج، والكرة بعد ذلك إلى خارج هكذا
يجب ان يكون آسيا. الكرة دي محاولة ملعوبة في الجهة اليسرى، الكرة دي محاولة ملعوبة خطيرة الرأسية لكن الى خارج ارضية الميدان، والمحاولة بعد ذلك احمد يحيى والثاني جول. جاء الثاني، جاء الجول. قلت لكم ماذا يفعل منتخب العراق ويسجل الثاني من كرتين، من لعبتين، من هربتين، من رأسيتين. جاء الهدفان للعراق، يا لها من لعبة ويله من جول. العراقيون يثورون. منتخب اليابان العرضية بها الله خط جميلة، لا زالت خط بالكعب، عرضية وخطيرة وتصطد في مدافعي العراق. لا زالت مستمرة، المنتخب الياباني لا زال خطير ولا زال يهدد جهة اليمنى، وكرة عراقية عالية للأمام. وذلك في اللحظات الماضية البحث عن التسديد، ولدينا خطأ في مكان يخوف. الألمان يبدون الأقرب ولكنها مرت سهلة، مرت برضوان الياباني الذي تقدم وسدد كرة ربما، لكن العلامة التعليمية ولا زال المدرب الإسباني. العراق مع التبديلات تنجح العراق الآن، ومحاولة خط الله كانت كافية لأن تكون القاضية، كانت كافية يا مهند جدا. أن الدقائق الماضية مرت دون أن تسجل اليابان، وسيكون فيها تقدم الآن لسوغاوارا. هذه عرضية، هذه خطيرة، برافو. لدينا ضربة ركنية عالية تلعب بهذه الصورة الأمام، تنقل خطيرة لليابان. كان جيد، محاولة المرور مستمرة فيها، وضع طبيعي جدا. منتخب متأخر في النتيجة، خطيرة، فرصة برا طريق البديل في الكرة الماضية، خطيرة، محاولة ضربة ركنية وتصل بقبل اليابان. انه دايزن كرة من ضربة ركنية، برافو لاعبي المنتخب. هذه الصورة الأكبر، هذه الصورة عراقية للأمام. الله من جانب هيروكي ايتو العراق، يدخل زيد تحسين ويعطي ان شاء الله تعالى الاضافه الحيويه المطلوبه في خطوه. لا زالت خطيره العرضيه بهذه الصوره. بحسب هذه 7 مباريات تجمع البلدين للعراق في هذا المكان. المحاوله مستمر الان، ربما الان يا عراق كره فيها بس على مستوى الحضور الجماهيري تدرات. برافو خلاص. هذه محاوله، هذه خطيره، هذه كره خارج الملعب. نعم خارج الملعب، يحاول العرضيه بهذه الصوره. الله، الحمد لله من دايزن رمية تماس، يأتي بكرة رمية تماس تبعد أو نهى بأنها ك5 أشهر في أجواء خيالية في الدوحة من الأسود. ضربة ركنية عالية خطيرة. الله جلال حسن يخطئ في توقيت غير مناسب.